والصحابة جمع صحابي، وأصح ما قيل في تعريف الصحابي ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة وفي شرحها النزهة. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة على الصحيح، سواء كان طالت مجالسته أو قصرت مجالسته. والبخاري رحمه الله في أول كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه قال في تعريف الصحابي، قال: من صحب النبي أو رآه صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو من أصحابه. على كل حال هذا هو المشهور ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وما ذكره البخاري وغيره من أهل العلم، أن الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك.